السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناتنا ذا هاكر. في هذا الفيديو راح أوريكم طريقة كيف تصور يعني اللي أمامك بدون ما تدخل على الكاميرا أو تبان عليه إنك تصور أو أي شيء يعني. تكون قاعد زي كذا على الشاشة هذه عادية ويكون الجهاز يصور عن طريق الكاميرا. هو يستخدم يعني لأغراض عدة، ويا ريت يعني يكون غرضكم به شريف يعني. وهو برنامج عادي ما يحتاج روت أو أي شيء يعني. تحمل البرنامج ويشتغل عندك عادي. يعني الأغلب أجهزة أندرويد يشغلها عادي، ممكن الأجهزة الأخرى الآيفون أو كذا آي أو إس ممكن يشغل أشياء ثانية يعني برامج ثانية. لكن هذا الأندرويد شغال، ما يحتاج إنترنت أو أي شيء يعني، تصور في أي مكان في أي وقت. وراح أكتب لكم اسم البرنامج يعني كامل، تقدروا تحملوه يعني من الاب ستور او اي مكان يعني عادي. وما يحتاج روت او اي شيء. لو ما اشتغل عندك البرنامج كل ما عليك انك تحدث الجهاز، بس ممكن جهازك يحتاج تحديث او اي شيء. لكن غير كذا برنامج شغال وعادي جدا. هذا هو البرنامج. يعني كل ما عليك، ما اقدر اصور الحين لاني قاعد استخدم برنامج تصوير الشاشة هذا. وكل ما عليك يعني تضغط هنا ما راح يصور بس. ما صور لاني استخدم برنامج التقدم. اول ما تضغط يعني على اللي تحت هذه الحمراء، خلاص تطلع وتضغط اي شيء، تكون هنا قاعد هنا عادي. وهو قاعد يصور الحين، قاعد يصور، بيكون يصور. تقدر تنزل ستارة اللي فوق وتطفي من هنا، او ترجع للبرنامج وتضغط على الحمراء اللي تحت من جديد. وراح تلقى الفيديو قاعد امامك هنا. راح امسح هذا ما ينفع. تلقى الفيديو قاعد قدامك هنا، يعني ينحفظ على طول الفيديو. راح يحفظه على طول البرنامج. تقدر تشغل وتشوف الأول من هنا. شوفوا، يصور بدون يعني ما يبان أي شيء. يصور بدون ما يدخل على الكاميرا أبدا. هذا جميل فيه. وراح أكتب لكم يعني اسمه كامل، تلقوه في الوصف تحت يعني. وإن شاء الله تستعملوه في أغراض تنفعكم وكذا. وما تنسوا طبعا لايك، سبسكرايب، ومفضلة. ترقبونا إن شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.